ناس كتير كانت فاكرة الأونلاين ده زيرو كوست. معظم الأماكن بتعمل إيه؟ بتبيع الشير بتاعها وبعد كده خلاص ستوب المنتج أوت اوف ستوك لحد ما استلم الشير الجديد من الشركة الشهر الجاي مثلا. حلو. إحنا ما بنعملش كده، إحنا بنبيع الشير بتاعنا. يعني كلام دايما الناس بتحول من اوفلاين لاونلاين. دلوقتي بنشوف الاونلاين بيزنس بينزل في الريتيل. يعني الناس دي لحد ما مش بتهزر، عدد اوردرات كبير، ايفن لو انت خسران في نسبة معينة من الاوردرز بس انت في الاخر كسبت عميل. يعني ما بتتحسبش ورق وقلم بالشكل اللي ممكن ناس كتير تفكر فيه. طب البروسيس اصلا بيتم ازاي؟ يعني ازاي مين بيفاليديت السعر اللي جايبه الكاستمر؟ اهلا بيكم. مش سهل ابدا تبدا ستارت اب في سوق فيه المنافسه شرسه زي السوق المصري، والاصعب كمان ان انت تختار قطاع زي الهوم ابلاينسز، وتحديدا الوايت جود او السلع المعمره، عشان تبدا وتحاول تاخد الثقه فيه من الصفر. النهارده احنا جايين قدام تجربه حقيقيه من السوق المصري قررت تدخل التحدي ده وتستفيد من قوه الاي كوميرس عشان تقدر توصل لالاف البيوت داخل مصر. احنا النهارده في ضيافه كايرو كارت ومع شريكها المؤسس باشمهندس ايمن مجدي. اهلا بيك يا باشمهندس في ضيافه ايكوم فويس بودكاست. اهلا بيك يا محمود، مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه جدا ونتكلم بقى عن تجربه حقيقيه بعيدا عن الارقام والتقارير والكلام ده. اهلا بيك يا اهلا باشمهندس. بيك. باشمهندس ايمن، خلينا قبل ما ندخل في كواليس النقاش عن كايرو كارت ندينا فكره بس باك جراوند عن مين هو باشمهندس ايمن مجدي. تمام. انا ايمن مجدي، وانا كنت خريج كليه هندسه تمام جامعه عين شمس. واول ما اتخرجت اشتغلت في المجال الاكاديمي، كنت معيد في كليه هندسه تمام. بس في الحقيقة إن أنا بجانب وجودي في الجامعة كان ليا تجربة في الأونلاين بيزنس على أياميها. طبعا الكلام ده في 2013، كانت تجربة كلاسيكية خالص. كنت بشتغل في مجال الملابس، كنت ببيع ملابس أونلاين تمام، وكنت ببيعها بالشكل الكلاسيكي خالص على أياميها، اللي هو كانت بيج على الفيسبوك تمام. دي كانت البداية. وبالصدفة البحتة تمام، أنا ليا صديق اللي هو شريف، اللي هو شريكي في كايرو كارت تمام. إحنا كنا يعني كنا زملاء في هندسة مع بعض وكل حاجة. وأول ما اتخرجنا برضو أنا كان ليا البيزنس الأونلاين اللي حكيت لك عنه ده، وهو كان عنده برضو تجربة مشابهة. بس اونلاين كل برضو. واحد بالظبط تمام، وكنا في مجال الملابس تمام، وكل واحد لوحده تمام. جينا كده في 2015 في عيد الأم تمام. لقيته بيكلمني، هو صاحب الفكرة بصراحة تمام. لقيته بيكلمني بيقول لي أنا يعني أنت بتشتغل في الملابس وأنا بشتغل كمان في الملابس، طب ليه الفكرة ما تجيش إن إحنا نبيع هوم أبلاينسز؟ لأن مش أنا ملابس اصلا. بالظبط، ما هي تبقى نفس الفكرة. يعني بدل ما إحنا بنحط صور ملابس، لا إحنا هنحط صور أجهزة كهربائية بسيطة، الحاجات اللي هي البسيطة بتاعت عيد الأم، أو الحاجات بتاعت الكيتشن أبلاينسز البسيطة خالص. فالفكرة جت من هنا تمام. ابتدينا بعديها نسأل بقى أصحاب الخبرات في المجال ونبتدي نشوف الموضوع ممكن يتم إزاي. فلقينا لا، الموضوع بتاع الهوم أبلاينسز مش زي الملابس تماما، ولازم يبقى ليك تواجد بشكل رسمي وحقيقي تمام. لأن أنت بتتعامل مع شركات كبيرة، سبلايرز كبار، وفي نفس الوقت كمان بتتعرض في حتة الضمان بتاع الهوم أبلاينسز والكلام ده. فكان لازم ان احنا ساعتها نأسس شركة ونبتدي بقى ايه المشوار بتاعنا تمام. لحسن الحظ انا شريكي هو مهندس سوفت وير، يعني انا كنت شغال اكاديميك وهو كان مهندس سوفت وير، وده ساعده ان هو يديفلوب الويب سايت تمام. فالحمد لله، لا هو عرف على اياميها ان هو يبتدي الخطوات دي تمام، واسس الويب سايت تمام، يعني يعتبر بمجهودات فردية جدا تمام. وابتدينا بقى ساعتها، كنت انا وهو بنبتدي ان احنا نشوف الشركات ممكن نتعامل معاها ازاي. في البداية طبعا قابلنا ريجكشن، لان يعني مكان صغير، وفي نفس الوقت برضو انت يعني كانت الاونلاين مش مفهوم قوي ساعتها، يعني كان اي حد بتتكلم انا معاه ان كنت عايز احنا اسالك، يعني انتوا قررتوا من الفاشن في فتره كانت الاونلاين فيه لسه الناس بتتحاول تتعامل معاه وتتقبله مش بنفس الحجم اللي هو موجود فيه دلوقتي، بالظبط. وقررتوا تشيفت للهوم ابلاينسز. زي ما انت قلت لي بداتوا بالحاجات الصغيره ممكن تناسب عيد الام، بس اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما اعرفش، ممكن برضو تصحح لي، اللارج ابلاينسز او السلع المعمره الكبيره من ثلاجات غسالات بوتاجازات، ده قطاع كبير موجود حاليا في كايرو كارت. تمام مظبوط. في الفتره دي
هل القرار ده جه متأخر شوية بعد كام سنة مثلًا من operation، والّا أنتم برضه بدأتوا من day one معاكم الأجهزة لأ، دي؟ هو جه من day one على طول. إحنا يعني أول ما ابتدينا نتكلم مع الشركات وكده طبعًا كان في rejection، لإن يعني الشركات الكبيرة بالنسبة لها ده ويب سايت، وكمان كان ساعتها فكرة الويب سايت مش بنشتري تلاجة متعارف وغسالة عليها أوي بالضبط. ب1000 مثلًا. أنت المكان بتاعك فين، المحل بتاعك فين، فاهم قصدي؟ فكان الموضوع لأ، يعني كان في rejection. ف يعني خدنا بقى عملنا work flow مختلف شوية، تمام؟ إن إحنا نزلنا أول حاجة اتعرفنا على التجار، تجار الجملة، تمام؟ كان الكلام ده في شارع عبد العزيز، تمام؟ والناس يعني كان في كده يعني معلومة مغلوطة إن شارع عبد العزيز ده حاجة غلط. مش تمام مثلًا كده. أوكي. بالعكس، هي كلها في ناس كتير جدًا محترمة هناك، ودول كلهم في الأول وفي الآخر هي شركات، تمام؟ وبيشتغلوا بأرقام كبيرة جدًا مع الوكلاء نفسهم. فالبضاعة بتاعتهم تمام، معاهم فواتير، معاهم ضمان، معاهم كل حاجة. فكون إن أنت بتشتري منهم أو حاجة ده مش حاجة غلط أو حاجة فيها مشكلة يعني. إحنا يعني بصراحة خدنا الموضوع من تحت خالص زي ما بيقولوا، لإن إحنا يعني الback ground بتاعتنا هي هندسة مش business، ولا كان في حد حتى في أهالينا مثلًا كان في مجال الbusiness أو كده. فخدنا الموضوع من تحت خالص، كانت ولا حتى في التجارة ما كانش في أي حاجة؟ خالص، خالص. فالموضوع الأول كان بيتم إزاي؟ كان بيتم بشكل بدائي جدًا، وده أنا حتى شايف ناس كتير تعرف تبتديه حتى دلوقتي، تمام؟ إحنا كان بكل بساطة ابتدينا نlist الitems كلها بتاعة الشركات على الويب سايت، وكنا بنستنى أي order ييجي، يعني تمام؟ شغال on demand. بالضبط، ده كان في البداية، أوكي. تمام؟ أنت on demand يعني بيحطك قدام مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، صحح لي برضه. جدًا، أنت مش شايف الfeasibility، مش شايف الstock بتاع المورد، أكيد، فباطلب الorder، وبعد ما ييجي أنت بقى تروح تشوف المورد المنتج موجود فعلًا والّا مش موجود، أو حتى السعر اتغير أو ما اتغيرش، مضبوط. فساعتها بقى بتتعامل إزاي مع الcustomer؟ بالضبط. هاحكي لك بقى، بس هي في البداية ده كان حاجة لابد منها، لإن إحنا ما كانش معانا stock، تمام؟ وما كنتش لسه شغال مع الشركات بشكل direct، تمام؟ فكان هو ده الحل الوحيد ساعتها، تمام؟ كان ساعتها اللي بيتم إن إحنا أول ما بييجي لنا أي order أو حاجة، أنا خلاص أنا يعني اتعرّفت على تُجّار كتير هناك، تمام؟ فكنت بانزل للتُجّار دول أدّيهم عنوان العميل، تمام؟ وسعر البيع، وكنت باتفق معاه على سعر الشرا، تمام؟ وهو بيروح يوصّل للعميل، وأنا مجرّد بعد كده باروح أتحاسب معاه على الفرق بين سعر البيع والشرا. طب وإزاي كنت بتقدر تضمن يعني ثقة المورد إن هو فعلًا هيسلّم الحاجة في الوقت اللي أنت بتوعد بيه العميل بتاعك؟ لأ، يعني الكلام ده كلّه كان بيتم on spot. يعني عارف إحنا كنا بنروح، أنا خلاص في order النهارده، أنا لازم هانزل شارع عبد العزيز تمام؟ بالضبط. اللي هو on هاقعد demand حرفيًا. لأ، هو on demand بجد. إمم. تمام؟ فاللي هو مثلًا خلاص بنبتدي التاجر يوصّل الحاجة للعميل، وأول ما خلاص يوصّل الحاجة تمام، بيكلمني يقول لي مثلًا أنت ليك فرق كذا، تمام؟ دي كانت أول يعني بذرة اشتغلنا بيها. طب هو قبل الخطوة دي أصلًا، وأنتم بتفكّروا شُفتوا الفرصة فين أصلًا؟ يعني أنا فاهم أنتم جايين من fashion، تجربة ليها في الأونلاين، ولكن الappliances في منافسين في السوق، أو يعني في تمام، لاعبين كبار في السوق موجودين، تمام، يعني ولغاية دلوقتي وأكبر بكتير كمان من في الفترة بتاعة 2015 في الجزء بتاع الأونلاين تحديدًا. تمام. أنتم شُفتوا الفرصة فين؟ وحتّة المنافسة، أنا ليه أشتري من مكان مش معروف versus إن أنا ممكن أروح أشتري من براند معيّن وعنده مئات الفروع في الريتيل في الأرض. تمام. إيه اللي خلّاك تاخد المغامرة دي؟ هاقول لك، إحنا لمّا بدأنا كان أول حاجة موضوع الhome appliances في الe-commerce ده كان يعتبر حاجة غريبة جدًا على الناس، تمام؟ أنا فاكر ساعتها كان في web site واحد بس هو اللي شغال على الhome appliances بشكل رسمي، تمام؟ وكان موجود سوق دوت كوم، وما كانش حتى ساعتها بيبيع home appliances، كان مركّز في الفاشون والموبايل فون والكلام ده، تمام؟ فكان ساعتها الساحة فاضية زي ما بيقولوا، تمام؟ واللي استغربناه ساعتها إن إحنا كنا فاكرين إن إحنا لأ، ده إحنا هنشتغل أونلاين، تمام؟ الشغل كله هييجي من القاهرة والتجمع فاهم قصدي؟ لأ، إحنا يعني اتفاجئنا إن كمية الorders اللي جات من المحافظات في البداية كانت كتير جدًا. وده بسبب إن المحافظات ممكن عندهم عجز شوية في حتة الريتيل مش زي هنا في القاهرة. فكان ساعتها قصة إن في ويب سايت عليه منتجات كتير جدًا في الحاجات اللي هي مش موجودة عندهم، ده ساعدنا إن إحنا يعني نكيك أوف في البداية معاهم. فأنت actually كنت قاصد تتارجت، والّا جات معاك صدفة بعد كده بدأت بصراحة لأ، هي تتارجتهم؟ بصراحة جات صدفة.
أوكي، وما كانش في دماغنا اصلا ان هي تشتغل على المحافظات في البدايه بالشكل ده. حلو جدًا. هنيجي ونشوف موضوع الشحن المحافظات شكله عامل إزاي، تمام. بس قبل الجزء بتاع الoperation والشحن، التكنولوجي، حضرتك كنت قُلت لي إن الباشمهندس شريكك كان هو already عنده software background وهو اللي بدأ يعمل الwebsite. قبل تمام. خطوة الwebsite أصلًا، ليه ما فكرتوش تبيعوا على الmarket places اللي كانت موجودة أيامها، إذا كان أمازون أو جوميا أو يعني ما أعرفش كان هو سوق موجود كان ساعتها هو والّا سوق كان بس سوق تقريبا كان ساعتها على ما سوق اتذكر. بالضبط، وليه خدتوا قرار إن أنتم تعملوا brand وتبيعوا الwebsite بتاعكم؟ تمام. بص، هو ساعتها كان موضوع الماركت بليس مبدئيا مش منتشر قوي زي دلوقتي. تمام. وفي نفس الوقت احنا حبينا ان احنا يبقى لينا التجربه بتاعتنا بشكلها الخاص بينا يعني. تمام. والفكره برضو ساعتها ان احنا كان في ترند طالع شويه في الهوم ابلاينسز اللي هو المطابخ البيلت ان. تمام. ده كان ساعتها يعني لسه الناس عايزه تجربه، كان ترند شويه اياميها. ساعتها تمام. اللي هو سنة كام؟ عشان إحنا ما اللي هو اتكلمناش عن السنة أصلًا. اوكي، ساعتها ده اللي هو 2015. كويس. تمام. كان لسه بيبتدي الترند يظهر، وفي نفس الوقت كان حتى اماكن الريتيل فيها عجز في الجزئيه دي. تمام. فاحنا بصراحه خدناها ايه يعني فرصه، وابتدينا نركز جدا على موضوع البيلت ان، وقعدنا ندخل فيه سبلايرز كتير جدا. تمام. لدرجه ان في ناس كانوا فاكرين ان احنا بنبيع بيلت ان بس. وهي كلها on demand لسه في الفترة دي. لا، بس اجاوب لك عليها بقى. تمام. ده الكيك اوف بتاعنا، اللي هو ده البدايه خالص. تمام. دي كانت اول فيز معانا. تمام. ابتدينا بعد كده الحمد لله يعني كانت اول شركه اشتغلنا معاها كانت بيتك. تمام. وفي ناس كتير عندها مس كونسبت في حته بيتك، ان هم فاكرين بيتك هي الريتيل بس. لكن لا، بيتك هي ليها الجانب الكوميرشال بتاعها اللي هو بيتعامل مع الموزعين. تمام. فدي كانت اول شركه نشتغل معاها. تمام. وكنا شغالين برضو بشكل اون ديماند. تمام. كsupplier. بالظبط. أوكي. كنا بنشتغل معاهم ان احنا بنبيع الايتمز اللي هم بيحددوها لنا. تمام. كان لينا زي ستوك معين كده، وكنا بنبيع من خلاله. تمام. وبنبعت لهم مثلا الانفويس بتاعت العميل، وهم بيوصلوا دايركت على العميل. تمام. دي كانت اول ايه، أول اول مرحلة. مرحله بالظبط. كويس. طب في المرحلة دي إزاي كنت تقدر تضمن إن المورد أو السبلاير بحجم بيتك إن هو ما يغيرش السعر أو إن الستوك عنده ما يتحركش؟ أنت ما عندكش تمام. visibility زي ما قلنا على الستوك ولا كمان عندك كنترول على البرايس. بالظبط. فأنت لو عميل طلب وبعد كده لقى المنتج اوت في ستوك أو لقى السعر اتحرك، بتتعامل ازاي مع الموقف بص، ده؟ هقول لك على حاجة. احنا طبعا دي كانت ايشو موجودة لحد النهاردة. تمام. بس احنا كان عندنا ساعتها نقطة قوة شوية في ايه، ان احنا ما تنساش ان احنا بدايتنا كنا بنشتغل مع الجانب التجاري، يعني بنشتغل مع موزعين كمان. فبالتالي لو مثلا لقينا ايتم خلص من بيتك مثلا اللي هو السبلاير، فبضطر ان انا بروح اخده منين؟ من مورد موزع تاني تاني زي اللي انا شغال معاه. بس بنفس السعر؟ لا طبعا. ده طبعا كان بيأثر على المارجن بتاعك، بس في نفس الوقت انت فأنت بتتحمله كنت عشان ترضي بتحمل الزبون يعني. بالظبط. حلو. بالظبط، ده اللي كان بيتم. مرحلة التكنولوجي مرة تانية معلش. في التكنولوجي كان في حاجة انتوا بدأتوها مخصصة بلاتفورم اي كوميرس، منصة للاي كوميرس زي شوبيفاي ماجنتو، ولا حاجة انتوا بدأتوها فروم سكراتش؟ لا، كان ماجنتو يعني اول بلاتفورم ولسه شغالين عليه لحد النهارده هو ماجنتو. طب وكان الاختيار بسبب ان ده النو هاو كانت موجودة عندكم ولا كان في أسباب تانية؟ بص، بصراحة هو كانت الفكرة إن إحنا كنا شايفين ساعتها ماجنتو هو يعتبر أسهل حاجة موجودة نقدر نشتغل بيها. تمام. بس بعد كده اكتشفنا إن هو يعني تقدر تعتمد عليه بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت إن هو ليه زي يعني في حاجة اسمها ماجنتو ستور. تمام. ده بيبقى عليه اكستنشنز كتير جدا، بتقدر إن أنت تشتري منها بلاج اند وتعمل لها سيت اب على البلاتفورم، فتبتدي تفتح لك فيتشرز أكتر للعملاء. فهو ستيل لحد دلوقتي بيفولفيل النيدز بتاعتنا. تمام. وفي نفس الوقت في اسامي كبيره جدا في الماركت شغاله ماجنتو، اسامي كبيره جدا. تكملة للتكنولوجي الابلكيشن، يعني في العادة مثلا لما انا كبزنس بعمل موبايل ابلكيشن بيبقى الباترن او البيهيفير متكرر. يعني مثلا لو انا سوبر ماركت او جروسري يعني مبرر ان انا اعمل ابلكيشن ان العميل بيشتري كل يوم كل اسبوع كل شهر في باترن متكرر. ابلكيشن زي اوبر مثلا برضو تمام هستخدمه وانزله عندي على الموبايل. انا ككاستمر ليه مضطر ان انا انزل ابلكيشن خاص بالابلاينسز
في حاجة أنا ممكن أشتري تلاجة كل 10 سنين أو ممكن تبقى طول العمر تمام. يعني إيه الهدف إن أنا invest في application ولو عملت الapplication إزاي بتقدر تحافظ على إن الناس فعلًا تبقى active عليه؟ تمام. هو الفكرة كلّها الapplication هو يعني بيبقى user friendly أكتر من الموبايل أو الwebsite. تمام، بيبقى أسرع. تمام، والفكرة كلّها إن إحنا أوقات بنعمل exclusive offers على الapplication وده بيخلّي العملا تستخدمه بشكل regular شوية. تمام، plus كمان إن هو الميزة في الapplication بالنسبة لأي website أو كده، إن هو بيخلّيك تقدر تconnect مع العميل في أي وقت بأي شكل أنت حابّه. تمام، يعني مثلًا أنا عادي ممكن دلوقتي من خلال الapplication أبعت مثلًا ل100,000 user إن في مثلًا promo code كذا صالح مثلًا لمدة 12 ساعة، من غير ما تصرف من marketing. غير ما أصرف ماركتينج ولا أستخدم SMS campaigns ولا الكلام ده. فهي دي الفكرة في الapplication. طيب لو تسمح لي أتشالنج معاك بس حتة الموبايل ابلكيشن في الجزء الخاص بالاكوايرنج بتاع الكاستمر. انا فعلا عملت اكوايرنج للكاستمر بس انا بفكر معاك بصوت عالي. انا جبت الكاستمر وفعلا استخدم الابلكيشن بالاكسكلوسيف اوفر. ازاي بقى احافظ على الكاستمر ده ان هو فعلا يستخدم الابلكيشن؟ هو خلاص اشترى الثلاجه تمام. ومش هيفكر تمام. يستخدم الابلكيشن ده تحديدا غير بعد 10 سنين. تمام. ازاي بقى تحاول تحافظ عليه؟ بالعكس هو ممكن يشوف النوتيفيكيشنز دي ممكن تبقى مزعجه بالنسبه له ان هو خلاص الريليفنت كاستمر هو وان تمام. تايم باير يعني. تمام. بُص، أنا عايز أقول لك على حاجة، إحنا الفكرة كلّها إن أنت بتحاول تcover كل نوعيات العُملا أو شرائح العُملا اللي أنت بتتعامل معاها. تمام، في عُملا بالنسبة لها لأ، هو ما بيطلبش حاجة غير بالapplication. تمام، في عُملا لحد النهارده مع حتى كَم التطوّر الرهيب في الe-commerce اللي موجود، هو يعني ما بيطلبش أي order online غير عن طريق الcall center عندنا أو عن طريق مثلًا صفحات السوشيال ميديا. حلو. تمام، فالفكرة كلّها إن أنت يبقى عندك تنوُّع عشان تقدر توصل لأكبر شرايح ممكنة من العُملا على اختلاف تنوُّعهم. هايل جدا. هي دي النقطة. هايل جدا. طيب انتوا ككايرو كارت بتصنفوا نفسكم كبزنس موديل كاونلاين ريتيلر ولا ماركت بليس؟ هو إحنا طبعًا في الأول إحنا في الأساس online retailer. تمام، ومؤخرًا بس فتحنا الstore بتاعنا اللي هو الoffline بقى. ما شاء الله، مبروك، ألف ربنا مبروك. يخلّيك، الله هنيجي يبارك فيك. للجزء بتاع الأوفلاين وخطوة موفقة جدًا الحقيقة، ربنا يخلّيك. وخطوة مثيرة للاهتمام برضه، لأن تمام. بنشوف شركات ستارت ابس كتير بدأت تاخد الترند من أونلاين لأوفلاين. كان الكلام دايمًا الناس بتتحول من أوفلاين لأونلاين، دلوقتي بنشوف الأونلاين بيزنس بينزل في الريتيل. بالضبط. بالضبط. هنتكلم عنها في سياق الحلقة إن اتفضل. شاء الله. طيب أونلاين ريتيلر ومؤخرًا نزلنا أوفلاين ريتيل. ليه مش ماركت بليس؟ أنت already عندك سبلايرز كتير، عندك نتورك من الفيندورز، ليه ما بدأتش ماركت بليس من الأول؟ تمام. بُص، هاقول لك على حاجة، إحنا بيني وبينك إحنا يعتبر أصلًا شغالين بmodel الmarket place بس على يعني في خلطة كده معيّنة اللي هي بتاعتنا إحنا. تمام، اللي هي إيه، في دلوقتي websites كتير شغالة بmodel الmarket place إن ال المورد يعني بيبتدي يفتح account عندهم ويبتدي يعرض المنتجات بتاعته، يسعّر ويبتدي يبيع بشكل مباشر للعميل. تمام، إحنا عندنا لأ، أنا بابتدي إن أنا ممكن أشتغل إن أنا باجيب المورد نفسه. تمام، باشوف إيه الitems اللي شغالة عنده وبابتدي إن أنا أعمل لها listing على الwebsite وبابيعها أنا، باكون أنا الوسيط بين المورد نفسه وبين العميل. تمام، ده فيه كذا ميزة وليه طبعًا كذا عيب. تمام، المزايا اللي فيه أول حاجة إن أنت بتبقى ضامن quality of service معيّنة. تمام، والعيب بتاعه إن أنت بس بتحتاج يعني بيبقى فيها مجهود أكتر في حتّة إن أنت تcontrol الstock والprices مع يعني بين الcustomer وبين الsupplier نفسه. تمام، لإن طبعًا في أماكن كبيرة جدًا دلوقتي شغالة بmodel marketplace بس للأسف في violations بتحصل رهيبة وفي عُملا كتير جدًا بتتأذي في الموضوع ده، وللأسف بيبقى في ساعتها مدرستين، في مدرسة اللي هي بتبدّي العميل على الsupplier. تمام، اللي هو مع إن في عُملا أوقات بتabuse الكلام ده بالمناسبة يعني، أو المدرسة التانية إن في websites بتبدّي هي خناقة الsupplier البيضة ولا نفسه الفرخة على في الآخر بالضبط. يعني؟ بالضبط، هي دي الفكرة. فإحنا بنعملها بالشكل بتاعنا، اللي هو بنmaintain quality of service معيّنة. تمام، باضمن للعميل كل حقوقه، المنتج فيه مشكلة طبعًا أنا اللي بابقى موجود، لإن هو في الأول وفي الآخر يعتبر شاري منتج من خلالنا إحنا. باسمك أنت، هو بيتعامل من خلال كايرو كارت. هايل مضبوط. جدًا. نرجع برضه كام خطوة لورا. أنت حد زي بيتك إزاي قدرتوا تقنعوه إن هو يديكوا بضاعة أو يتعامل معاكم حتى لو on demand؟
تمام، أوكي. إحنا في البداية طبعًا خُد بالك إن أنت دلوقتي عشان تيجي تشتغل مع كيان كبير زي بيتك أو أي شركة موجودة في الماركت، تمام، هو مش خسران حاجة إن هو يبتدي يشتغل معاك، تمام، بس الفكرة كلها في إن هو لو شاف إن أنت عندك potential معين أو بتبتدي إن أنت بتحرك مع الأرقام في حتة معينة، هو بيبقى interested جدا إن هو يشتغل معاك، تمام، حلو جدا. لأن الشركات الكبيرة بتبص على خلينا نقول الفاريانس أو الجروث مش الأرقام وخلاص. يعني مثلا ممكن يبقى في أكاونت كبير بيعمل مثلا في الشهر 20 مليون جنيه مع الوكيل، خلاص هو جايب سقف، فاهمني، هيعمل الشهر اللي بعديه 21 هينزل 19، هو اوريدي خلاص يعني وصل للسيلينج الارقام بتاعه. ثابته. حلو. لكن لما بيلاقوا في اكاونت بيبتدي في بوتنشال، الشهر ده بيعمل ب 500 اللي بعديه بمليون، هم بيبصوا لها كجروث او كماركت فاريانس، شير، اوكي. فبيبتدوا ساعتها ان هم يركزوا معاه جدا. وده اللي حصل معانا. احنا دخلنا معاهم في حته البيلت ان زي ما قلت لك، ودي كان الملعب فيها لحسن حظنا الملعب فيها كان فاضي تماما. حلو جدا. ابتدينا نعمل كامبينز عليها بشكل عنيف جدا، تمام، فابتدى الموضوع ان هو ايه يترجم لسيلز، وابتدت الارقام تكبر معاهم، فابتدوا يركزوا معانا بشكل اكبر، حلو جدا. تمام. وفي نفس الوقت كمان حصل معانا بقى لقطة دي اللي خدمتنا شوية. كان يعني انا فاكر ساعتها التعويم اللي حصل في 2016، تمام، هم كلمونا ساعتها قالوا لنا انتوا لسه بادئين وشكلكم عندكم بوتنشال كويس وابتديتوا تسحبوا وتعملوا ارقام ظريفة، فالاسعار كلها تتحرك بداية يعني من اسبوع او اسبوعين. فلو تديكم عرفت مهلة يعني. بالظبط، فلو عرفتوا تاخدوا ستوك تشتغلوا بيه الفترة الجاية، الموضوع ده هيفرق معاكم جدا. عشان تمسكوا سعر. بالظبط. اوكي. فاللي حصل ساعتها احنا بقى اعتمدنا على مجهودات ذاتية، تمام، ابتدينا نجيب كاش، تمام، كانوا بصراحة بقى من المعارف والقرايب وكده، تمام، وابتدينا ان احنا خدنا بقى منهم اوردر كبير جدا، تمام. انا فاكر ساعتها كان الاوردر ده بحوالي 500,000 في الوقت ده، كان على حجمنا يعتبر رقم كبير، تمام. وده بقى كانت نقطة التحول بالنسبة لنا، لأن احنا ساعتها ضمننا ستوك بسعر، يعني هو اوريدي السعر زاد، بس احنا كان عندنا بالسعر القديم. وده معروف لأي حد في الاي كوميرس، لما بيبقى سعرك بتبيع بسعر مختلف عن الماركت، ده بيحرك المبيعات معاك بشكل مرعب. وساعتها طبعا احنا ما كناش بنبص على profitability اللي هو لا انا عايز ابيع فانتوا بقى بعتوا حلقتوا بالسعر. سعر عشان بالظبط، انا تاخدوا كنت ريفينيوز. ستيل بحافظ ان انا ببيع بالاسعار القديمه، فالناس برضو شايفه الناس دي عندها حاجه في مختلفه، فاليو بيبيعوا يعني. بسعر قديم وعندهم افيلابيلتي في وقت الماركت ما فيهوش فيه بضاعه اصلا. فده طبعا فرق معانا كتير جدا. وفي حلو جدا. نفس الوقت ادانا ثقه اكتر في بيتك، ان هم ابتدوا بقى يقولوا يعني الناس دي لحد ما مش بتهزر، هنبتدي نسبورت معاهم اكتر، هنبتدي ننفست معاهم حتى في البيمنت تيرمز بتاعتهم نظبطها، بحيث ان احنا ما نشتغلش بشكل كاش ان ادفانس او كده. ومن هنا بقى ابتدت الدنيا ايه تتحرك معانا خطوة خطوة يعني. حلو. فالثقة دي ترجمت في consignment أو على سبيل الأمانة أو بالظبط. مركز بالظبط. مع بيتك تحديدا، ولا كان في سبلايرز تاني؟ هو دي كانت البداية، بس هو خلاص انت اول ما يعني اول ما الحجم بتاعك بيبتدي يكبر، بقية الشركات بيبتدي يبقى فيه تراست اكتر، لانهم حتى بنسبة كبيرة بيسألوا بعض. يعني خد بالك ماركت اللي هم ابلاينسز بيبقى زي ما بيقولوا أوضة وصالة، الناس كلها عارفة بعضها، فتمام كان لينا سمعة طيبة ساعتها شوية. الحمد لله. طيب أيمن، خليني أسألك سؤال. الحقيقة أنا دايما يعني ما عنديش المعلومة عنه، ولكن في الموبايلات مثلا بينزل موديل السنة، فالسعر القديم بيقل، فعشان هشتري موبايل جديد وهكذا. هل الابلاينسز فيها نفس الكونسبت، ان في ثلاجة مثلا موديل 26 غير موديل 25؟ ولو ده موجود، هل العميل اصلا بيعرف حاجة زي كده؟ يعني احنا في مصر، انا شخصيا ما اعرفش. يعني لو رحت شفت ثلاجة شكلها حلو بالنسبة لي فخلاص ممكن اشتريها، بس ممكن تبقى 20 او 21، ما عنديش فكرة، مش بيأثر على قرار الشراء بتاعنا اللي انا اقصده. فهي حاجة زي كده، هل هي فعلا موجودة وبتفرق مع الناس ولا لا؟ بص هي موجودة بس مش مؤثرة قوي زي ما انت فاكر، تمام. هو اللي بيتم ان احنا طبعا احيانا في شركات بتبتدي ان هي تغير شكل الانتاج بتاعها، تمام، بس اوقات التغيير ده بيبقى طفيف جدا جدا وما يأثرش مع العميل في حاجة. يعني احنا احيانا مثلا بتلاقي الفرق بين الموديل القديم والجديد، مثلا على سبيل المثال في الثلاجة شكل المقبض مثلا، فده بالنسبة للعميل مش بيج ايشو، يعني ان هو يخليه ما يشتريش الثلاجة، لا، اللي انا فاهمني. اقصده ان هو هيأثر في السعر، ولا برضو بتحافظ على سعرك؟ بالعكس ممكن تبيع كمان بسعر اغلى مثلا. هقول لك على حاجه، كده كده الوكلاء كلهم بيعملوا ايه، بيبتدوا ينزلوا لنا برايس ليست، تمام، حتى البرايس ليست ده بيبقى فيه
الموديلات القديمة لو ستيل عندي أبيعها بكام. اوكي. تمام. بس طبعا ده أنا مش بتكلم، يعني خد بالك مفيش موزع يبقى عنده حاجات قديمة اللي هي من 4 5 سنين. احنا يعني بنتكلم برضو على مثلا سكيل سنة ماكسيموم يعني. تمام. فكده كده الشركات الوكلاء بيدوني الأسعار زي أسعار استرشادية بيع بيها حتى لو الموديل قديم. بلس كمان ان انا اقدر اتكلم مع الوكيل ان انا مثلا الموديل ده خلاص قديم او خلاص هيخرج بره السوق، فانا ممكن ابيعه بس بسعر مدعم شويه وهو يعوضني مثلا. هايل جدا. فده حاجه متعرف عليها وبتتم على طول في الهوم ابلاينسز يعني. وكده كده الضمان تمام بيبتدي مع يعني من تاريخ الشراء. تمام. يعني بيبقى ليها وقت معين، بس طبعا زي ما قلت لك مش المدد الطويله. يعني ما ينفعش ان انا مثلا يبقى موجود عندي تلاجة من 2021 وابيعها النهارده بعد 5 سنين، ده اكيد اكيد لا. بس مثلا لو على سكيل شهور، لا الضمان بيبتدي من تاريخ الشراء. طيب انت كنت محظوظ او كايرو كارد كانت محظوظه بالتعويم الاولاني تمام. وبعدها بداتوا تاخدوا تسهيلات سواء كان كونساينمنت او يعني كريدت تيرمز، يعني فيها نوع من التسهيلات من الموردين. بعد التعويمات المتلاحقه اللي حصلت، السعر كنتوا بتتحكموا فيه ازاي لو حصل ان عميل اشترى سعر وكانت الاسعار بتتغير بشكل يعني عنيف تمام. جدا ومتسارع جدا في الفتره دي؟ ازاي بترضوا العميل؟ هل وقفتوا بيع اصلا ولا كنتوا بتبيعوا وتتحكموا ازاي في التغيير بتاع الاسعار في الفتره دي؟ بص هقول لك على حاجه. احنا كنا ساعتها كيان صغير. تمام. وانت اكيد عارف الكيانات الصغيره بتبقى اجايل اكتر وتقدر يعني حركتها اسهل وعندها من السرعه ما يكفي ان هي تقدر تواكب التغيرات العنيفه زي موضوع التعويم والكلام ده. تمام. احنا احد الحاجات اللي خدمتنا ان احنا ايام التعويمات اللي حصلت احنا كنا من الناس القليله جدا اللي ستيل شغاله. تمام. وده كان بسبب ان انا زي ما قلت لك انا اوريدي ببيع من الستوك الخاص بيا. تمام. بلس ان انا عندي علاقات كبيره جدا ومتشعبه جدا مع تجار كتير جدا. فبالتالي كان مثلا اي حاجه بتطلب انا بتعامل مثلا مع نتورك موزعين تانيين اكتر مثلا من 20 او 30 موزع. فلو الحاجه اللي مطلوبه للعميل مش موجوده هنا ولا هنا ولا هنا، لا انا عارف ان انا في النهايه هعرف ان انا اجيبها. تمام. حلو جدا. ده طبعا احيانا كان بيجي على البروفيتابيلتي، بس انا في الاخر ما بخسرش العميل. حلو جدا. تمام. هايل جدا. وعايز اقول لك حتى ان احنا في الفولفيلمنت عندنا تمام احيانا طبعا اكيد بيحصل مشاكل. ان مثلا ممكن عميل يطلب حاجه وما ننجحش ان احنا توفروا. نوفرها في الاخر. بس ده لو جيت تقيسه بالنسبه لعدد الاوردرز اللي بتجيلنا اللي بنعملها فولفيلمنت، ده بيبقى قليل جدا. تمام. لان احنا حتى زي ما قلت لك احنا عندنا من المرونه ما يكفي ان احنا انا عادي ممكن ادخل على اي ويب سايت تاني اشتري للعميل الحاجه بتاعته ان كيس ان انا لا عرفت اجيبها من الوكيل ولا من نتورك الموزعين اللي انا بشتغل معاهم. انا هحط نفسي مكان العميل واطلب له الحاجه وهسلمها له برضه. هايل جدا. هايل جدا. طيب يعني دي حاجه كويسه جدا، انت بتحاول تضحي بالبروفيتابيلتي بالظبط. بتاعتك عشان ترضي الكاستمر. بس الفتره بتاعت الفولفيلمنت وانت بتدور على البرودكت تيك تايم شويه ان انت تسورس المنتج ده وبعدها كمان توصله للعميل. تمام. العميل بالظبط. بقى بيستناك وقت قد ايه عشان تقدر بص هو البروميسنج بتاع الدليفري تايم عندكم؟ بص احنا يعني الافريج تايم بتاعنا هو بيبقى من يومين ل5 ايام عمل. تمام. بس طبعا لو حصل ايشو زي كده احنا بنبتدي نكلم العميل بنعرفه ان والله في ايشو في المنتج ده، ممكن تدينا وقت اطول مثلا او كده بحيث ان احنا ايه نوفر له الحاجه. ده ان كيس ان احنا عرفنا خلاص ان الحاجه موجوده، بس هي مساله وقت. تمام. بس زي ما قلت لك هي الفكره كلها ان احنا مع يعني عدد الموزعين والشركات والويب سايتس الموجودة، تعرفوا تحلوا المشكله بعون الله ان نعرف شاء ان الله. احنا نوفر اي حاجة ناقصة. الحمد وهي دي لله. النقطة اللي بتخلينا نستمر حتى في البيع، حتى في اوقات صعبة زي مثلا وقت التعويم. وقت التعويم انت اكيد فاهم معظم الريتيلرز بيوقفوا بيع. لكن لا انا الحاجة موجودة تمام، انا عارف ايه اللي موجود. طبعا بقلل الاسورتمنت بتاعي شوية، بقلل عدد المنتجات، ببتدي اشتغل اكتر على الحاجات اللي هي مضمونة بنسبة كبيرة. تمام. بتحاول تقلل الريسك اللي عليك يعني. بالظبط. وحتى لو انا مثلا حصل معايا مشكله في سعر منتج او منتجين او حتى 20 30 اوردر مع عملاء، انا ستيل بايع لعملاء كتير ببروفيت برضو الدنيا تمام. تشيل بعضها يعني. بالظبط. فهي زي ما قلت لك بتشيل بعضها. هايل جدا. هايل جدا. طيب نرجع بقى للشحن. احنا الاول بدأنا لو حكينا بقصة الشحن اتطور ازاي في كايرو كارت، ان انت بتطلب من المورد اون ديماند هو اللي يوصل المنتج تمام. للعميل. من ساعة الرحلة دي لغاية دلوقتي رحلة بقى تطور الشيبنج عندكم. تمام.
ده كان طبعا هي مرحلة في البداية، بس طبعا كان مشكلتها هيدك رهيب وغلطات كتير واوردرات بتتأخر. طبعا اول ما وصلنا يعني اول ما عملنا سكيلينج لحتة معينة كل الكلام ده ما بقاش فاليد اصلا، ما ينفعش نشتغل بالطريقة دي. فابتدينا ان احنا خدنا اول وير هاوس بتاعنا، تمام، وابتدينا ان احنا في البداية اجرنا عربيات، تمام، يعني اجرنا عربيات توصيل بالشهر بالسواقين بتوعهم بقوا معانا بشكل يومي. ده في مصر كلها ولا في القاهرة؟ ده في القاهرة طبعا، تمام. وفي نفس الوقت لما كان بيبتدي يبقى عندنا اوردرز في المحافظات كنا برضو بنبعت نفس العربيات دي للمحافظات عادي جدا. بس دي تروح مش هترجع. لا لا بالعكس. تاخد وقت قد ايه طيب عشان ترجع يعني الكوست يعني اقصد؟ هي بص هي كوست طبعا، هي كوست وايز مكلفة جدا، بس انت ما تنساش انت في الاخر انت مثلا مش بتبعت اوردر واحد للمحافظة، بلس كمان ان في كاستمرز تبقى دافعة شيبنج فيز، فهي برضو ليها حسبة معينة، بس الدنيا بتبقى ماشية. حلو. فانتوا حاليا عندكم الفليت بتاعكم بشكل او باخر هو اللي بيوصل؟ احنا شغالين بكذا موديل حاليا، يعني احنا حاليا عندنا العربيات بتاعتنا، تمام، وعندنا عربيات ايجار، تمام، وعندنا متعاقدين مع شركات شحن كمان. لان طبعا دلوقتي انت احيانا بيجي لك اوردر، مثلا ممكن يجي لك اوردر في الغردقة، بس ما عندكش من الاوردرز كفاية ان انت تبعت عربية مخصوص تلم الاوردرز دي كلها وتطلع بيها الغردقة، فبنتعاقد برضو مع شركات شحن بحيث ان هي توصل الايتمز دي اول باول للعملاء، حتى لو ايفن قطعة واحدة. هايل جدا. عندكم وعود عنيفة في الويب سايت. عندنا ايه؟ وعود عنيفة جدا. تمام. الريتيرنز 100 يوم، معاك منتج تمام. 100 يوم تمام. بعد كده ترجعه. تمام. مين تاجر بيرضى يوافق على الديل ده معاكم؟ بص انا زي ما قلت لك احنا يعني كان في حاجات كتير لازم نعملها في البداية عشان نميز نفسنا، تمام. موضوع الميت يوم هو ده لان احنا شفنا بين عند ناس كتير جدا ناس بتشتري حاجات تطلع مش مناسبة لمقاسات المطبخ بتاعتها مثلا، او مثلا حد كان ليه بلان معينة ما توفقش فيها فالحاجة اللي جابها ملهاش لازمة، تمام. فاحنا ساعتها قلنا هنشتغل على موضوع ال 100 يوم، تمام. وعايز اقول لك احيانا حتى اكتر من 100 يوم والله بنمشيها مع العملاء. او بيكون الجهاز اتجرب واتحط فيه لا الطبيخ لا هو مثلا حاجة. طبعا لا لا بس خد بالك من حاجه، عندكم لا لا هي ليها كونديشنز؟ كونديشنز طبعا، يعني الكونديشن ان الجهاز يبقى سليم في حالته او كده، دي تمام. كرتونته طبعا. اه طبعا يعني انت فاهم برضو الموضوع مش هيبقى متخيل. مش هيبقى مفتوح على الاخر، تمام. حلو. بس الفكره ان انت زي ما قلت لك ناس كتير بتحتاج ان هي تعمل ده بعد يعني بيشتري الحاجه وما يتوفقش فيها فبيبتدي ان هو يحتاج طب ان هو هل في يغيرها. موردين فعلا رفضوا يشتغلوا معاكم بسبب بص الموديل ده؟ هقول لك على حاجه، خد بالك احنا عندنا الوير هاوس بتاعنا، عندنا الستوك بتاعنا، فانا حتى ايفن لو انا سحبت منتج من العميل، تمام، انا خلاص انا عندي الويب سايت، انا هبيع المنتج ده على الويب سايت، مش محتاج ان انا ترجعوا تاني؟ ارجعه تاني. بس طبعا مع الخبره بقى عندنا تيم في المخزن هو مسؤول عن كواليتي المنتجات، يعني ما ينفعش مثلا حاجه ترجع من عميل خلاص اوكي انا هعتبرها جديده وابيعها، لا، يعني بنبتدي ان احنا نعمل تشيك عليها، تمام. حتى ايفن احيانا بتوصل ان احنا ممكن نبعتها مراكز الصيانه الخاصه باللوكال نتاكد ان الجهاز ده ما فيهوش مشكله خالص، تمام. بلس كمان طبعا احنا عندنا برضو سياسه في المنتجات ان الجهاز لازم يبقى مقفول عشان اضمن ان انا لو هبيعه تاني للعميل يبقى الدنيا تمام. بالكونديشن يعني. وده طبعا موجود في كل مجال الريتيل، يعني المرتجعات مادام في حالتها والباكجينج بتاعها مظبوط وكل حاجه تمام خلاص. لان طبعا كده كده انت بتسبورت برضو العميل ان انت بيبقى معاك 30 يوم من تاريخ الشراء، لو في اي مشكله في المنتج طبعا انت بتتحمل انت المسؤوليه مع العميل. الوعد التاني العنيف برضو مطابقة الأسعار. تمام. هقول لك بتعملوها ازاي؟ هقول لك بص احنا بنحتاج ان احنا ايه، يعني انا بالنسبه لي العميل، تمام، اي عميل بيجي لنا احنا ما بنبقاش عايزينه اللي هو ايه ما يلاقيش المنتج بتاعه موجود عندنا، تمام. فبالتالي لو جه عميل عندنا ابتدى يكلمنا ان هو لا المنتج ده موجود بره، فخلاص انا عادي يعني، لان زي ما قلت لك انت الكلام ده مع عدد اوردرات كبير، ايفن لو انت خسران في نسبة معينة من الاوردرز بس انت في الاخر كسبت عميل، يعني ما بتتحسبش ورقة وقلم بالشكل اللي ممكن ناس كتير تفكر فيه. طب البروسيس اصلا بيتم ازاي؟ يعني ازاي مين بيفاليديت السعر اللي جايبه الكاستمر؟ هقول بتمشي لك ازاي؟ احنا عندنا تيم، هو لما العميل بيبعت سكرين شوت مثلا، احنا الاول كنا بناخد سكرين شوتس بنكتشف سكرين شوتس دي قديمه مثلا، تمام. فبقى عندنا تيم لا هو بيبتدي يبص على الكلام ده، بيبتدي يشوف لينك عشان يتاكد ان السعر ده موجود لحد دلوقتي، تمام.
يبتدي يتأكد ان نفس الاوفر عندنا، لان انا مثلا ممكن اكون عامل مثلا تقسيط بدون فوائد 12 شهر، لكن المكان التاني عامل خصم للعميل اللي هياخد كاش. فاهم قصدي؟ فهي بنتأكد ان هو نفس الشروط، نفس المنتج، نفس كل حاجة. وطبعا الكلام ده بنطبقه على الويب سايتس الكبيرة اللي هي تراستد، لان طبعا حاليا انت عارف كل يوم بيطلع مجموعة كبيرة جدا من الويب سايت، احيانا الستوك والبرايسز بتوعهم ما بيبقوش ابديتد اصلا، فده طبعا مش ده اللي مش بنطبق معاه بالظبط. اوكي، انتوا حاطين terms and condition واضحه يعني. طبعا. طب هل العميل بيقرا ال terms and condition دي وبيبقى عارفها، ولا بالنسبه له انا شفت ان انتوا بتطبقوا الاسعار او في 100 يوم مرتجع وماليش دعوه بال بص terms and طبعا condition؟ لو عميل بيجي يسألنا على الكلام ده، بنبتدي طبعا نشرح له باختصار ال terms and conditions بتاعت البوينتس دي، بحيث ان هو يبقى فاهمها ونطبقها معاه. هايل جدا. طب بالنسبه لمرتجعات ال 100 يوم، لو عميل كان قسط مع شركه تمويل، بتاع يعني الكابوس ده مع شركه التقسيط بتحلوه ما ازاي؟ ده في ال terms and conditions برضو، ده لو حصل مثلا خلاص بتبقى المعاملة اصلا closed، يعني هي ما فيهاش مش هنعرف ان احنا نرجعها، فاهمني؟ يعني هرجع المنتج بس هدفع اول بس قسط ممكن مثلا. لا يعني مثلا هترجع المنتج بس هتاخد حاجة مكانه مثلا. هستبدله. مثلا اوكي. واحنا تقريبا عندنا كل حاجة، يعني حتى ايفن عندنا موبايل فونز، عندنا اساس منزلي، يعني عندنا كل حاجة، فاكيد العميل في النهاية هيحتاج حاجة من عندنا برضه. الشيبينج والكلام عن الكويك كوميرس في الجزء الخاص بالجروسري ونوصل في 15 20 دقيقة فيرس الابلاينسز اللي ممكن نوصل بالاسابيع مثلا. هل شايف ان سرعة التوصيل برضو في الابلاينسز مهمة جدا وممكن تفرق في قرار العميل ان هو يشتري من ويب سايت فيرس ويب سايت تاني ولا لا؟ ده طبعا ده اكيد 100%. يعني تمام. ممكن احتاج التلاجة دلوقتي مثلا ما اقدرش اصبر بص هي عليها. طبعا والله، بص انا عايز اقول لك على حاجه، وده احيانا بنعمله، ان احنا في حاجات بتبقى سيم داي ديليفري اصلا. تمام. بس ده طبعا مش الدارج، واوقات بتظبط، يعني هي بتظبط ان الكيس بتاعت العميل بالايتم اللي هو طالبه، هو كل حاجه فيه متوفره وسهله. تمام. لكن احنا كده كده عندنا اصلا شيبنج ميثود اسمها طلقه. تمام. دي بيبقى توصيل خلال 48 ساعه. تمام. واحيانا دي اللي زي ما قلت لك دي بتبقى سيم داي اصلا. دي بتبقى خدمة مدفوعة ليها بتبقى فيز. طبعا بيبقى دبل الكوست بتاع الشحن. هايل جدا. تمام. هايل جدا. وات ايفر بقى، أنا كل يعني كلامي على اللارج ابلانسز لان هي في الاونلاين الهاندلنج بتاعها صعب شويه، بس ده برضو بينطبق على اي حاجه زي الموبايل فونز زي. اي حاجه بالظبط. وفي نفس الوقت برضو لو ما عرفناش نفلفل الاوردر في الوقت ده، بنعمل ريفند للعميل بقيمه الشحن نفسه. رضا الناس طبعا غايه لا تدرك. تمام. فوارد جدا عميل بسبب اون ديماند يلاقي فيه منتج مش موجود، فيحصل ان هو يتضايق مثلا من التجربه معاكم، او بسبب ممكن مده التوصيل لو في تمام. كذا حد بيدخل في عمليه التوصيل. بتتعاملوا ازاي مع الكاستمر اللي هو مش شايف المطبخ والاوبريشن والتشغيل بتاعكم؟ تمام. بص هو بصراحة موضوع الأوبريشن في مصر تحديدا هو صعب جدا وكابوس لأكبر الشركات. تمام. وعايز أقول لك إن حتى في أسامي كبيرة جدا جدا جدا، جرب ادخل على صفحات السوشيال ميديا بتاعتها هتلاقي تعليقات مرعبة. صحيح. يعني فعلا هتتصدم من كم التعليقات السلبية. تمام. هي الفكرة كلها بترجع لإيه؟ نسبة الكلام يعني نسبة المرتجعات أو المشاكل اللي بتحصل في الأوردرات مع نسبة الفولفيلمنت اللي بيتم في الاس ال اي المخصص بتاعه، هي دي الحسبة. حلو جدا. تمام. فوانس ان انت محافظ على الريشيو دي ان هي معقولة، فكده انت في السيف سايد. تمام. بس طبعا احنا مع المنافسة الفظيعة اللي موجودة دلوقتي في الماركت، طبعا الاكسبكتيشنز بقت عالية جدا مع العملاء. تمام. غير زمان. تمام. فبنحاول نحسن كل شوية الاوبريشن بتاعنا بحيث ان هو يبقى ايه، يعني اسرع واسهل، ويبقى في حتى ابديتس للعميل بشكل سموث، بحيث العميل يعرف التفاصيل بتاعت الاوردر بتاعه يعني. كان في موقف معين او تجربه صعبه مع عميل او حتى مجموعه عملاء، او يعني باترن انتوا لاحظتوه هو ده كان خلاص يا جماعه لازم نغير من الموديلز اللي انتوا ممكن تكونوا اشتغلتوا بيها فتره من فترات؟ بص هو ده طبعا بيحصل كل فترة. تمام. وده يعني خد بالك هو انت على طول بتتحرك ازاي من مكانك اول ما يحصل لك مشكلة. تمام. بتبتدي تحس لا انا النظام اللي انا شغال بيه ده محتاج لمسة زيادة. تمام. فده كل فترة طبعا بيحصل معانا. تمام.
وعادة بيحصل في شكل معين، يعني بقى عندنا مثلا كامبين قوية زي البلاك فرايداي مثلا أو الانيفرساري بتاع كايرو كارت، تمام، بيبقى فيه اوردرز كتير جدا، فيبتدي يحصل عندنا مثلا ايه، ايشو معينة تظهر، فبنبتدي بعد الكامبين دي نبتدي نعالجها. حلو جدا. يعني نشوف بقى كان التقصير عندنا مثلا في عدد العربيات اللي معانا، لا التقصير ان الوير هاوس ماشي بشكل ابطأ مثلا شوية، لا التقصير ان احنا كنا محتاجين ستوكات اكتر. تمام، يعني على طول بعد كل ايفنت او كامبين كبيرة مثلا بيحصل لنا مشكلة، بنبتدي نحط ايدينا على المشاكل دي عشان نحلها في الكامبين اللي بعدها مثلا. احنا كارو كارت من 2015، فبقى لنا مظبوط. 11 سنة ما شاء الله، يعني نمسك تمام. الخشب اوبريتنج. ربنا ربنا يخليك. يوفقكم في اللي جاي. خلال 11 سنة في كمية داتا بتتجمع عن السلوك بتاع الكاستمر الاونلاين اللي بيشتري ابلاينسز. ايه اكتر باترن او اكتر حاجة في البيهيفير بتاع العميل بتاع الاونلاين في مصر في الابلاينسز كان ملفت بالنسبة لك؟ وايه زي ما انت قلت لي من المحافظات اللي هي كانت ممكن تشتري اكتر، هل ما زال نفس الباترن ده موجود؟ وايه اكتر محافظة ممكن تكون بتشتري اونلاين ابلاينسز؟ تمام. بص، هو بصراحة احنا طبعا عشان يعني بقالنا فترة طويلة، تمام، فعدينا بكل التغيرات الميجر اللي حصلت في الماركت. تمام، يعني زي ما قلت لك مثلا في البداية موضوع التعويم اللي حصل. تمام، وده طبعا أي حد في الماركت بيبقى فاهم مع أي حركة في سعر الصرف بيبتدي في ديماند عالي جدا، فبتحتاج إن أنت تكون مغطي نفسك كستوكس كافيلابيليتي، مظبط أسعارك عشان ما تعملش مشكلة مع العملاء. تمام. جينا بعد كده مثلا موضوع الكورونا. تمام، موضوع الكورونا ناس كتير كانت، واحنا من ضمن الناس دي، كنا فاكرين دي أزمة رهيبة هتيجي علينا ومش هنعرف نطلع منها تاني. سبحان الله طبعا دي كانت زي ما بيقولوا بسمة الأمل لأي حد إي كوميرس ساعتها، لأن ساعتها فعلا يعني قبل الكورونا كان الإي كوميرس في حتة، وبعد الكورونا الصائب راح قومي في عند حتة قوم تانية. فوائد يعني. بالظبط. ده حقيقي. وده فرق معانا بشكل رهيب. تمام، وادانا حتى خبرات في الاوبريشن قوية جدا، لان انت لو تفتكر ايام الكورونا كان في حظر وفي ويندو معينة لازم تشتغل فيها، فانت كنت بتشوف بقى عدد الاوردرز الكبير في الوقت ده ومحتاج تسلمه في مثلا خلال 5 6 ساعات في اليوم، والناس تروح بيوتها قبل الحظر. يعني كان في كده تجارب عنيفة شوية، بس استفدنا منها طبعا. تمام، وجينا طبعا دلوقتي في الفيز اللي احنا فيها، انت عندك زي ما قلت لك الاكسبكتيشنز عند الكاستمرز بقت عالية جدا، العميل بقى فاهم بشكل مرعب. تمام، العميل ماسك الموبايل بيعرف يشوف الأسعار في مصر كلها حرفيا. تمام، بيعرف يقرا ريفيوز، يعرف يشوف مين الوحش ومين اللي مش كويس. تمام، ف ده طبعا بيخليك حريص شوية مع العملاء وتحاول تتعامل معاهم بشكل يعني في كواليتي أكتر من قبل كده يعني. يعني الكورونا زي ما قلنا كانت فيه فوائد بالنسبه للناس اللي بتشتغل اونلاين بقى لها فتره، وكذلك الريتيل يعني خد باله ان احنا لازم نبقى موجودين اونلاين، بالظبط. وبدا يعني تحول كبير من او بالظبط. اهتمام كبير من كل شركات الريتيل الكبيره في مصر انها تنفست في الاونلاين. ومن اكبر شركات الريتيل اوريدي موجوده في الابلاينسز، يعني في اي تمام. تك وفي رايا والعربي وغيرهم تمام. كتير جدا، وبينفستوا بميزانيات تمام، ضخمه جدا غير الفروع بتاعتهم بتساعدهم على الارض. وده اللي حرك ماركت الاونلاين بشكل رهيب، لان نزل فيه كي بلايرز كبار جدا حركوا السوق وبقى فيه عروض اكبر حركوا سوق، بقى في عروض وبقى في منافسه بالنسبه لكم، بالظبط. بالظبط. بتنافسوهم ازاي بقى؟ طيب بص هقول لك على حاجه، الفكره عندنا وده يعني من الحاجات اللي ربنا وفقنا فيها. تمام، ان احنا ما بدأناش كونسبت الاونلاين بالكونسبت الكلاسيك اللي الناس متعارفه عليه. تمام، يعني احنا كنا كونسبت اونلاين بس عندنا فكر برضو ايه مختلف شويه، يعني اللي الناس محتاجاه هنا في مصر شوية. ازاي؟ ان احنا مثلا لحد النهاردة، تمام، احنا عندنا بيع بيتم عن طريق الويب سايت، يعني انت كعميل تقدر تدخل على الويب سايت وتشتري اللي انت عايزه وخلاص. تمام، وفي نفس الوقت عندنا تيم سيلز على الكول سنتر، ده مثلا متخصص في الهوم ابلاينسز، بيعرف يساعدك، يعرف يعمل لك مقارنات، يعرف يتكلم مع العميل ويشرح له ويبعت له الحاجة اللي محتاجها ويقول له الفروقات كل الكلام ده. فده طبعا بيسهل على ناس كتير. تمام، وخد بالك الكونسبت ده يعني ناس مؤخرا ابتدت تطبقه، يعني انت مثلا لحد سنة فاتت ما كانش في حد عامل الكونسبت ده اصلا خالص في الاي كوميرس، كان الاي كوميرس هو عبارة عن ايه، انت بتدخل تطلب وخلاص. تمام، لكن احنا برضو عندنا الجانب اللي هو الانساني في الاحتكاك مع العميل الانجيجمنت شوية. كويس. بالظبط. اه،
فالعميل إلى حدٍ ما برضه لحد النهارده بيبقى متطمن شوية للحتة دي. هايل. طيب في نقطة الquality في الservice اللي كنتم بتحاولوا تقدموها يعني بتحاولوا تحسنوا منها باستمرار، حتة الloyalty الappliances زي ما اتكلمنا إن العميل ممكن بيشتري الbehavior بتاعه مرة ويقعد فترة طويلة جدًا عشان يقدر يرجع يشتري تاني. هل في طريقة غير إن أنتم بس تحافظوا على الquality بتاعة العملا، إن أنتم تجذبوا العميل إن هو يرجع يشتري منكم مرة و2 حاجة شبه الpoints مثلًا في الgrocery أو في الfashion، هل ممكن تنجح في الappliances والّا ممكن شكل الloyalty يبقى شكله عامل إزاي بالنسبة لكم في تمام. الappliances؟ بُص، هو إحنا كده عندنا موضوع الpoints تمام، loyalty points بحيث إن العميل يقدر يعني أول ما يعمل order يقدر إن هو يستخدم الpoints دي في الorders اللي بعد كده اللي هو بعد تمام. 10 سنين طب هو لأ، هيستخدمها ما إمتى؟ أنا هاقول لك على حاجة. اتفضل. بُص، الhome appliances طبيعتها مختلفة شوية. يعني الhome appliances ماشية بطريقة الreferrals أكتر منها بالضبط من قصة إن أنا باشتري كتير. يعني أنا مثلًا أنا دلوقتي اشتريت تكييف مثلًا بسعر كويس أو offer كويس تمام، وأنت صاحبي، فابتدي أقول لك خُد بالك أنا لقيت الitem ده هنا أو اشتريته والناس دي كانت كويسة أو كده. فهي بتمشي بالطريقة دي أكتر منها إن العميل بيرجع بشكل متكرر تمام. العميل بيرجع طبعًا على مدار السنة لإن أنت عارف دلوقتي مين ما بيبقاش محتاج حاجة للبيت في رمضان أو في عيد الأم أو بيغيّر موبايل أو محتاج لابتوب على دخول الدراسة أو فكده النيد موجودة طول السنة. حلو. أستاذ أيمن بالنسبة للon demand أو الموديل بتاع إن باحط صورة المنتج ولمّا ييجي عليه order بابدأ أsource المنتج ده من عند أي مورد، ما زلتوا مكملين فيه والّا مع التطور بتاعكم بدأتوا تجيبوا البضاعة بتاعتكم سواء consignment أو أنتم تقدروا تشتروها دلوقتي؟ تمام. لأ طبعًا الموديل عندنا اختلف تمامًا، حلو. أنا دلوقتي بقيت أشتغل مع الوكلا بشكل direct حلو، فبالتالي بيبقى عندي history على الsell out بتاع المنتج، فبابقى عارف مثلًا إن أنا عندي purchasing plan معيّنة، عارف إن أنا مثلًا يعني مثلًا على سبيل المثال إحنا داخلين دلوقتي على رمضان وعيد الأم، فلازم بيبقى عندي stock كبير جدًا من الkitchen appliances والأجهزة الصغيّرة اللي هي بتبقى إيه، الموسم بتاعها. من الموسم بتاعها، زائد مثلًا الشاشات تمام. حلو. فابتدي بقى عندي stock باخزّن من المنتجات دي في الwarehouse بتاعنا وبابتدي إن أنا إيه، أبيع منه تمام. هايل جدًا. النقطة اللي بتدّينا قوة شوية في الحتّة دي تمام، أو بتخلّينا نتغلّب على مصاعب موضوع إن إحنا نشتغل أحيانًا في منتجات ممكن تكون مش عندنا، إن أنا زي ما قُلت لك قبل كده إحنا عندنا network موزّعين كبار جدًا شغالين معاهم، فبابتدي إن أنا حتى even لو المنتج خلص من عندي ومن عند الوكيل، أنا باعرف إن أنا برضه still أشتري المنتج اللي العميل عايزه وأوفّره تمام. وده هو اللي أحيانًا بيدّينا فرص بيعية على ناس تانية كبيرة جدًا. إن الناس التانية هم بيعملوا إيه، هم بيبتدوا مثلًا يشتغلوا على الshare اللي جاي لهم من الوكيل نفسه تمام. يعني مثلًا الوكيل مثلًا say إن إحنا دلوقتي في الصيف مثلًا، فوكيل التكييفات عنده كل الstock بتاعه 1000 تكييف، فيبتدي يوزّعهم إزاي، مثلًا كايروكارت هياخد 50 فلان هياخد 100 ده هياخد 20 تمام، كل واحد على حسب حجم الشغل بتاعه كويس تمام. جدًا. معظم الأماكن بتعمل إيه، بتبيع الشير بتاعها وبعد كده خلاص stop المنتج out of stock لحد أمّا استلم الشير الجديد من الشركة الشهر الجاي مثلًا. حلو. إحنا ما بنعملش كده، إحنا بنبيع الشير بتاعنا ولو المنتج ثبت إن هو عليه demand عالي عندنا، بابتدي إن أنا أكلم الموزعين التانيين وآخد من الشير بتاعهم كمان. حتى even ده لو على سبيل إن أنا هازود السعر حاجة بسيطة تمام، بس الأهم ساعتها إن المنتج يبقى available طول السيزون موجود عندي. في الفترة الأولانية كنت بتيجي على حساب الprofitability أو الربحية بتاعتك عشان ترضي الزبون. في طبعًا مدرسة مشهورة بتاعة الstartups growth at any cost أو at exponential scale growth بالضبط. فهل أنت برضه كنتم في الأول من نفس المدرسة دي وما زلتم مكملين فيها والّا التفكير اتغيّر شوية؟ بُص، أنا لسه منزّل بوست النهارده على LinkedIn على نفس الموضوع ده تمام. إحنا طبعًا في البداية كان الموضوع عندنا بنفكّر بالشكل الكلاسيك اللي هو العميل بيدوّر على السعر تمام. كويس. فكنا بنحرق الأسعار بشكل مرعب، ما كانش عندي أي مشكلة إن أنا مثلًا أبيع الحاجة بنفس الcost ما عنديش مشكلة تمام. لدرجة إن أنا فاكر إن إحنا كان في منتجات كتير بنبيعها بيبقى مكسبنا فيها في الshipping fees يعني أنت متخيّل؟
تمام. طبعا ده بعد وقت، يعني كان في مرحله مش بتعملوا معينه. فري دليفري ولا ايه؟ بالمره كمان بقى. كمان لا مم. يعني احيانا طبعا لو الحاجه زيرو كوست كده لا يعني. اوكي. واحيانا حتى كنا بنقعد نعمل حاجات غريبه، يعني انا مثلا توصل ثلاجه كبيره لعميل في اسكندريه مثلا ومكسبك فيها مثلا 100 جنيه، انت فاهم قصدي، وطلع الدور الخامس ومش فاهم قصدي. فكان بيحصل حاجات غريبة كده مش مظبوطة، مش لوجيك. تمام. بس هي كانت مرحلة كنا يعني خدنا فيها الاستراتيجي دي بحيث ان احنا ايه، نظهر في الماركت اكتر، الناس تعرفنا اكتر، الشركات حتى ابتدت تكلمنا. تمام، اللي هو طب يا جماعة انتوا بتسحبوا بارقام طبيعي كويسة، هيكلموك. فتخلينا نشتغل مع بعض وبالشكل ده. تمام. جينا بعد فترة معينة لقينا طبعا خلاص، انت ما تنساش ان احنا يعني بزنس افراد. انتوا كنتوا، تمام. كنت هسألك اصلا ده السؤال التاني، انت بتحرق كاش منين؟ انت بتبوستراب مع نفسك ولا كان في فند عندكم؟ لا احنا ده كان مجهودات ذاتية زي ما بيقولوا. حلو. تمام. فساعتها مثلا ابتدينا لا يعني الموضوع احنا بقالنا كذا سنة البروفيتابيلتي عندنا شبه ميتة، فالكلام ده ايه ما ينفعش. تمام. ابتدينا بقى ساعتها ندور على سيلينج بوينتس مختلفة. تمام. او ابتدي اشوف انا نقطة قوتي فين. تمام. ابتدينا الاول ان انا لا انا هزود المارجن بتاعي، هخليه حتى الطبيعي. تمام. بس هعمل ده على حساب ان انا يبقى عندي availability طول السنة من المنتجات كلها مثلا. يعني مثلا في فترة زي الصيف الناس كلها مش لاقية التكييفات بتاعتها، لا أنا هيبقى عندي التكييفات كلها متوفرة طول الصيف. تمام. بحيث يعني دي تبقى نقطة القوة، مش مجرد إن أنا مثلا بيجيلي شير مثلا 100 جهاز تكييف أكسب في كل واحد 100 جنيه وخلصتهم في يومين وقاعد بقى بتفرج مش لاقي حاجة أعملها. تمام. حلو جدا. فابتدينا مثلا نبتدي على سيلينج بوينت تانية. تمام. زي مثلا موضوع التقسيط. تمام. ابتدينا نتعاقد مع شركات تقسيط. تقريبا احنا اول ناس تعاقدت في الماركت مع كل شركات التقسيط. تمام. ما كانش في شركة تقسيط بتفتح في مصر غير لما كنا بنتعاقد معاهم. حلو تمام. جدا. وده طبعا اي حد في الماركت عارف هما بياخدوا مننا مارجنز طبعا مارجن كبيرة. تتأثر. فساعتها ابتديت ان انا ايه لا انا هزود يعني هعدل التسعير بتاعي بحيث ان هو ايه يكفر التكلفة دي. تمام. ابتدينا نحسن في الاوبريشن عندنا، ودي نقطة مهمة. تمام. ابتديت ان انا ابقى اكتر مرونة مع العميل في حتة المرتجعات وخدمة ما بعد البيع. يعني عادي لان انا اوريدي خلاص بقى في بروفيتابيلتي معقولة، فايفن حتى ان انا لو عميل زعلان على حاجة حتى هي مش ذنبنا، بس انا هقدر ان انا ارضي العميل ده. حلو جدا. تمام. فدي كانت النقطة اللي خلتنا نبتدي نغير من السياسة بتاعة التسعير بتاعتنا ونبعد عن موضوع الحرق. حلو جدا. في جانب تاني بقى، واي حد في الماركت فاهم القصة دي كويس، ان الموضوع حرق الاسعار ده بيعمل مشكلة مع الوكلاء. تمام. لان مثلا الوكيل بيبقى عايز يضمن ان المنافسة شريفة بين الموزعين. تمام. هل حصل ان الوكيل رجع اشترى منك طيب؟ لا يعني ما حصلتش طبعا، اوكي. بس احيانا والله بتحصل بشكل مختلف. ده انا زي ما قلت لك ان احيانا الوكيل بيحتاج مثلا اجهزه العملاء الصيانه عنده مثلا عايز جهاز جديد، عميل مثلا عنده مشكله في جهاز فيه عيب صناعه فمحتاج انه يوفر له جهاز جديد، بس الجهاز ده مش موجود في الماركت كله. هم فاهمين ان احنا عندنا كونكشنز كويسه جدا في الماركت مع موزعين كتار جدا، فبيطلبوا مني ان انا اوفر لهم الحاجات اللي فيها مشاكل، وده ستيل بيحصل لحد اللحظه دي. النقطة بتاعت التقسيط، انتوا كنتوا سباقين مع الشركات اللي هي التمويل الاستهلاكي او الكونسيومر بالظبط. فاينانس او التقسيط، ودلوقتي كل السوق تقريبا بيقسط، او تقريبا بالظبط. دلوقتي الكاستمر بيشتري القسط مش بيشتري بيشتري المنتج القسط نفسه بس. يعني. بالظبط. فايه دلوقتي مميز عندكم؟ يعني لو انا اقدر ادخل اقسط منتج، ممكن ادخل اقسط من بيتك، ممكن ادخل اقسط من اي يعني حد بيبيع اونلاين ابلاينسز، التقسيط عندكم ليه مميز؟ هقول لك احنا زي ما قلت لك احنا المكان عندنا اجايل بشكل كبير. تمام. بعرف ان انا اعمل كامبينز تقسيط آه بيبقى اسمها تريبل زيرو. تمام. يعني دي بنعرف نعملها بشكل متكرر جدا طول الشهر. حلو. تمام. يعني مثلا انا مع شركة اكس هعمل 6 شهور تريبل زيرو، حلو. الويك اند اللي بعديه هعمل 12 شهر تريبل زيرو مع شركة واي. تمام. بحيث ان انا يبقى على طول الشهر عندي كامبينز تقسيط قوية جدا. تمام.
وفي نفس الوقت ما تنساش ان احنا عندنا ميزة تانية، موضوع الافيلابيليتي او الاسورتمنت الكبير جدا للمنتجات حلو، المتوفرة عندنا طول السنة. حلو جدًا. فدي نقطة بتميزنا، ان العميل حتى ايفن لو هو شايف ان في تقسيط في مكان تاني، اهم. بس هو ستيل منتج مش موجود عندهم مثلا موجود عندنا. الavailability برضه بتفرق بالظبط، كتير طبعًا. هي دي نقطة القوة بصراحة. حلو، يعني مش التقسيط نفسه. يعني الاتنين مع بعض، الميكس مع بعض هو ده اللي بيظبط المعادلة. كنا تطرقنا في أول الحلقة على كتير من شركات الستارت اب أو كتير من شركات الأونلاين تحديدًا أو اللي بدأت أونلاين بدأت تنزل الريتيل والأوفلاين ومنهم كايرو كارت. كنت لسه في نقاش مع أصدقاء ليّا يعني بنديبيت في فكرة هل الأونلاين بسبب الظاهرة دي ليه ceiling معين في النمو، فده اللي بيدفع الشركات الstart up إنها تنزل للأوفلاين عشان البراحة بتاع الأوفلاين، والّا الcost الvariable cost بتاعة الأونلاين من الشحن، من الacquisition cost، من أي cost مرتبطة الأونلاين كبيرة جدًا، لمّا توصل لمرحلة معيّنة من الscaling بتبقى صعب جدًا إن أنت يبقى في profitability أصلًا، الموضوع مش جايب همّه، بتضطر تنزل، والّا لأ أنا بانزل الoffline عشان أنا كbrand لازم يبقى ليّا وجود نوع من الثقة أو الbrand الأونلاين لوحده ما يقدرش يبني. بص، هو اللي كان متعارف عليه ان بالذات بعد فترة الكورونا الناس الاوفلاين ابتدت حابة يبقى ليها تواجد اونلاين، تمام. العكس ده ابتدى يظهر مؤخرا، تمام. وناس كتير حتى اول ما عرفوا ان احنا بقى لينا اوفلاين ستور، والناس ابتدت ليه؟ طب ما مثلا البادجت دي حطها في ماركتينج مثلا وتوسع اكتر في الاونلاين او اوصل لعملاء اكتر. بس الحقيقة الموضوع مش كده، تمام. هي الفكرة كلها موضوع الاوفلاين هو بيدي تراست للعميل، تمام. يعني انا هقول لك على حاجه، احد الكومنت اللي بشوفها بشكل متكرر جدا الفتره اللي فاتت، اي عميل مثلا بيبتدي يبعت لنا على السوشيال ميديا مثلا متوفر جهاز كذا، موجود، تمام. طب حلو جدا، مكانكم فين؟ لا احنا اونلاين بس. طب لا شكرا، الغي الاوردر. السلام عليكم. بالظبط، ده كان حاجه متكرره، عايز اقول لك كنا بنشوفها بشكل يومي. لحد ساعتها بقى قلنا لا، طب ليه ما يبقى لينا تواجد اوفلاين كمان، ندي تراست للعميل اكتر، تمام. فبقى في عملاء كتير اصلا بينزلوا يدخلوا الستور الاول يشوفوا الحاجه، وبعد كده يروح البيت يطلب اونلاين. خلاص انا والله اتاكدت الناس دي ليهم تواجد. لان العميل بيبقى عايز، يعني في سنه كده العميل عايز يتاكد اللي هو ايه، لو في مشكله انا عارف هروح لهم فين. حلو جدًا، بس هو ما لهوش علاقة بسقف الأونلاين تمام، في النمو يعني. هي دي نقطة، تمام. النقطة التانية إن الأوفلاين ليه قطاع تاني من العملاء أنت مش هتوصل له بالأونلاين. يعني في عملاء كتير جدا لحد النهاردة هي بتحب تنزل تتفرج، يعني ينزل يتفرج ويتكلم مع حد فيس تو فيس، مع حد من المبيعات، ويبتدي يشرح له ويفتح التلاجة ويمسك فاهم قصدي؟ اهم. الناس بتحب الحاجة الفيزيكال إن هي تشوفها بعينيها. فده كان برضو ساعدنا إن احنا نوصل إيه لقطاع تاني أو شريحة تانية من العملاء. واحد الحاجات المغلوطة ان ناس كتير كانت فاكرة الاونلاين ده ده زيرو كوست، ده انت مثلا واخد مكان اوضة ما وصالة فيش كهربا، ما وجايب فيش شوية مَيّة. بين باجز وقاعد وبتشتغل وخلاص. مع ان اصلا الناس مش مدركة ان يعني مصاريف التشغيل الخاصة بالاونلاين، انا عايز اقول لك ممكن تبقى اضعاف اضعاف الاوفلاين. يعني مثلا انت بادجت الكامبينز اللي انت بتصرفها شهريا، يعني عايز اقول لك تفتح لك سلسلة فروع. أنا كنت لسه يعني هاخد من كلامك أنت لو بالظبط. معاك budget هتفتح محل تاني والّا هتعمل campaign؟ يعني هنوصل للناس في مناطق تانية، ودي البلان بتاعتنا. يعني احنا ان شاء الله عندنا بلان ان احنا اخر السنة دي يبقى في فرع تاني برضه. إن شاء الله. أنتم حاليًا ان شاء معاكم الله. فرع واحد، مكانه احنا فين؟ معانا فرع واحد، ده في الشيخ زايد في ميدان جوينا. حلو جدًا. والفرع التاني حددتوا والفرع مكانه التاني والّا ان شاء لسه؟ الله يبقى في التجمع على اخر السنة ان شاء إن الله. شاء الله، بالتوفيق إن ان شاء شاء الله الله. بإذن الله. طيب بالنسبة بقى للteam اللي شغال بيoperate. انا اتفضل. هجاوب لك بس نقطة تانية على موضوع الفرع وكده، تمام. الفروع برضو ليها يعني في ناحية تانية خالص، تمام. ناحية بقى الثقة بتاعتك انت مع الوكلاء اللي انت بتشتغل معاهم، تمام. الوكيل لما بيبتدي يشوفك ان انت لا، انت بقيت ليك تواجد اونلاين وبتعمل ارقام بيتشجع إن هو وكمان بقى ليك يدّيك اوفلاين. terms أفضل. بالظبط، بيبتدي يدينا مزايا زيادة، زي مثلا ان هو يزود لنا الشير بتاعنا، تمام، في الستوك نفسه. بيبتدي حتى يدينا سبورت على الفيزابيليتي، ان انا بعرض لك حاجتك اونلاين واوفلاين، تمام. فبيبتدي مثلا ده يأثر في المارجن، يعني مثلا لو انا باخد مارجن اكس، لا يبقى اكس بلس 1% مثلا على على الفيزابيليتي بتاعت المنتجات، تمام.
احيانا حتى الموضوع بيتطور ان الموضوع لا يعني انا كأن انت مأجر مكان من عندي في الشوروم ده، فانت بتنزل لي حد بيبيع المنتجات بتاعتك تمام، وبتديني مارجن اكبر، وبتظبط معايا كمان الستوك تمام، بتزود لي البيمنت تيرم. فعلى حس موضوع الاوفلاين ابتدينا ناخد مزايا اضافيه من الوكلاء نفسها. الاستراكشر بتاع التيم، تمام. الشباب او التيم اللي بيوبريت في كايرو كارت، سريعا كده شكل الديبارتمنتس الفانكشنز، هل كلها ان هاوس، هل في حاجات بتاوت سورس، ايه البيلرز اللي انت بتقول لا ده مش هينفع اوت سورس لازم يبقى موجود عندي، والخبرات اللي انتوا بتختاروها او طريقتكم في تمام. تعيين الكاليبرز بتاعتكم؟ بص هي دي بين قوية جدا عندنا تمام، ان احنا على طول بنحاول ان احنا نحافظ على التيم ونكبره ونطوره تمام. بس ده طبعا انت عارف سوق العمل في مصر يعني في منافسة شرسة وفي مشاكل كتير، بس بنحاول ان احنا ايه نظبط الموضوع ده اول باول تمام. احنا جات مرحلة من المراحل كنا بنحاول نعمل زي هيد هانت كده، اللي هو مثلا لا انا هبتدي ان انا اجيب حد مثلا كان شغال في اماكن كبيرة او شركات منافسة او كده، بحيث ان هو ايه نسبق الخطوات ويقول لنا على سر الخلطة على طول والدنيا تبقى تمام. بس اكتشفنا لا ده عادة مش بيظبط تمام. فابتدينا ناخد دايركشن جديد ان انا لا انا الموظفين بتوعي اللي هم الاساسيين معايا تمام، دول بنبتدي ان احنا نطورهم ونعلمهم بشكل كبير جدا لحد ما هم يبقوا احسن من موظفين تانيين في اماكن كبيره تمام. وعايز اقول لك على حاجه يعني احنا، ودي حقيقه والله، احنا في موظفين معانا انا متاكد هم قادرين ان هم يفتحوا شركات ستارت اب اي كوميرس بكل سهوله من كتر الخبره اللي عاشوها معانا. وده اوريدي حصل، يعني انا عايز اقول لك عن تجربه حصلت بالفعل. احنا كان معانا مندوب توصيل تمام، بس هو كان يعني هو بسيط جدا بس دماغه كويسة جدا وشاطر جدا تمام. عايز اقول لك هو دلوقتي فاتح ويب سايت اي كوميرس تمام، وما شاء الله الويب سايت شغال وموجود وبيشتغل مع شركات وبيتعامل مع شركات المدفوعات والاونلاين، وفاهم قصدي، والبيمنت جيت واي، يعني عارف انت اللي هو فاتح ويب سايت متكامل للهوم ابلاينسز والدنيا تمام. ده بسبب الخبرة اللي خدها عندنا، بلس كمان ان هو كان عنده يعني رغبة ان هو يعمل حاجة. حلو جدا. بالنسبه بقى للفانكشنز اللي انت ممكن بتاوت سورس او تبقى عندك في التيم، ايه اكتر فانكشن بتقول لا دي ما ينفعش تبقى اوت سورس ولازم تبقى موجوده؟ هل هي كوميرشال، الاوبريشن، الماركتنج؟ بص هو كل حاجة لازم تبقى ان هاوس عندنا، لان الموضوع يعني تفاصيل كتيرة جدا ومرعبة، سواء كانت حسابات او اوبريشن او خدمة عملاء او يعني الموضوع فعلا مرعب، ولازم كله يبقى تحت ايدك عشان تبقى مسيطر عليه بشكل كامل. الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما تبقاش ان هاوس ممكن موضوع الماركتنج، حلو. يعني ده تقدر ان انت تشتغل فيه بتاخد افكار اوت مختلفه سورسنج متجدده بالظبط من اه. ناس كتير. انتوا لسه بتوبريتوا بمجهوداتكم الذاتيه والبروفيتس اللي بتاخدوها من كايرو كارت، ولا حصلتوا على اي جوله تمويليه الفتره اللي لا فاتت؟ لا احنا هل بتسعوا اصلا لحاجه زي كده ولا مش بص مدرسه؟ احنا يعني زمان جت فترة كنا بنفكر في كده، بس يعني ما اعرفش هو انا يعني نصيبنا ما اعتقد اتفقناش محتاج في انت حاجة زي عشان كده. تنمو، عشان تكبر اه وتسكيل وتعرف تنافس، يعني هتحتاج فند، مش يعني هتعرف بص تعمل. انا عايز اقول لك على حاجة، احنا الحمد لله الحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا يبقى لينا اسم في الماركت تمام، وبرضه موجودين وبننافس وكل حاجة تمام. بس الماركت دلوقتي اتغير، لا يعني انا ما بقتش محتاج ان انا مثلا اخد فند عشان اعرف انافس. يعني انا مثلا في جهات تمويلية كتير موجودة زي البنوك مثلا، انا اقدر ان انا اخد فند منها واشتغل بيزد على الهيستوري بتاعنا وبيزد على الارقام اللي احنا بنحققها، فده ممكن اعمله بكل سهولة، غير لما ادخل مثلا فند معايا او حد بس يبقى ممكن تزود شريك او كده. ليابيليتي عليك يعني. طبعا الفند اكيد مسؤوليه برضو ما تمام. اقصدش، ولكن القرض بيقيدك ممكن شويه. تمام. الانفستور برضو مش فلوس بس، ممكن يبقى في حد بارتنر قوي يساعدك في انسايتس، تمام. في حد دي يعني. حقيقة، بس أنا هقول لك على حاجة، عادة الناس اللي بتحصل على فند الكلام ده بيبقى في المراحل في البدايات، اوكي. يعني حتى أي فند أو انفستور بيبقى حابب يدخل في البداية اوكي. عشان يعرف يشوف فالويشن الجروث قليل فياخد الكبير. هو بالظبط، يعرف ويشوف يبيع للي الجروث بعده. الكبير اللي هيحصل. اوكي. لكن بعد ما احنا مرينا بوقت طويل فالموضوع بقى مختلف شوية طبعا. اوكي. يعني نمسك الخشب ان شاء الله يكون الفالويشن يا رب. بتاعك هو رقم كويس.
طيب إحنا اتكلمنا في حاجات كتير يا أيمن في ال11 سنة اللي فاتت، إيه أهم 3 دروس ممكن تكون اتعلمتهم في الرحلة بتاعتك في كايرو كارت؟ تمام، ماشي. يعني هقول لك كده كام نقطة. تمام، يعني أول نقطة إن أنت ما تيأسش تماما. تمام. إحنا كان بيجيلنا فترات فعلا أنت بتصحى الصبح عندك كمية مشاكل رهيبة، في توريدات، في موردين، في كاش فلو، في مع عملاء، في مشاكل لا تخطر على بالك. تمام. بس في نفس الوقت بعد فترة معينة لا خلاص عادي، لو انت بتصحى الصبح فين المشاكل بتاعت النهاردة يا جماعة كذا، طب عادي الحمد لله بسيطة هتعدي. تمام. فدي نقطة مهمة جدا. تمام. النقطة التانية ان انت تحافظ على التيم بتاعك. تمام. وتطور يعني تطور منهم وتنفست فيهم. طبعا انت التيم مش كله بيبقى واحد، بس في ناس معينة انت بتعرف ان هي لا هي الناس دي شاطرة او آه، عندها لويالتي للمكان او عايزة تعمل حاجة، الناس دي لازم تحافظ عليها بأي شكل وتطورها، لان فعلا هي دي اللي بتفرق معاك بعد كده. تمام. والنقطة التالتة ان انت لازم على طول يبقى فيه تحرك مستمر. تمام، لان فعلا في وسط الوقت اللي احنا فيه ده لو انت وقفت مكانك بس شهرين ثلاثة ورا بعض انت مش تبقى موجود. يعني وده خليني أسألك، أنت كنت اتكلمت برضو عن حتة الأجايل، هل أنت شايف أنت بتكبر بتفقد المرونة دي مع الوقت؟ لا الحمد لله، لا يعني احنا عشان بادئينها من زمان بنفس الكونسبت بنطور الشغل. تمام، بالشكل اللي يسمح ان احنا برضو ستيل نبقى اجايل ونعرف نعمل نفس الحاجات القديمة اللي كنا بنعملها قبل كده. مع الأوبريشنز اللي بتتعقد مع التيم اللي بالظبط. بيكبر تقدر تعمل كده؟ يعني اي حاجة او اي تطوير في الشغل هيخلينا نتخلى عن المرونة بتاعتنا لا احنا ما بنعملوش، احنا بالعكس بنفكر ازاي نكبر، بس في نفس الوقت الاجيلتي بتاعتنا تبقى موجودة واحسن من الاول كمان. حلو جدا. لو في فاوندر بيبدأ ستارت اب في الابلاينسز اونلاين، تنصحه تقول له ايه؟ انصحه اقول له ايه؟ تمام. يعني اول حاجة ان هو ما يتخضش من الاسامي الكبيرة اللي موجودة. تمام، والمنافسة الشرسة، لان زي ما قلت لك هي الفرص برضو ستيل موجودة. تمام. هل مش ده في ريد اوشن؟ يعني انا اسف انا بقاطعك في لا لا نصيحة، بس خالص. يعني ده في كتب معمولة الريد اوشن، يعني ما تدخلش ما تدخلش الحتة دي. فالنصيحة على العكس تمام. لا يعني اصل بص ستيل الفرص موجودة. تمام. حلو. بس هي محتاجة مذاكرة شوية، ومحتاجة ان انت ايه يعني يبقى عينك على الماركت شوية. تمام، لان الاسامي الكبيرة موجودة والمنافسة شرسة وبتبقى اشرس مع الوقت، بس ستيل في حتت كده صغيرة لو انت عرفت تدخل منها هتبقى برضو ليك تواجد. تمام. عرفت توفر منتجات مش موجودة، عرفت تشتغل في منتجات جديدة عن الماركت اصلا. تمام، كل الحاجات دي بتفرق. وفي تجارب كتير، يعني في ناس بدأت من سنتين في عز المنافسة والحمد لله عرفوا يدخلوا في حتت فاضية نسبيا في الماركت، والحمد لله بقى يعني كبروا وبقى ليهم اسم دلوقتي، وكيانات كانت صغيرة مش كيانات اللي هي مش ريتيلرز كبار نازلين اونلاين، لا بالعكس. بدأ اونلاين وبدأوا يكبروا. فالتجارب دي اوريدي موجودة يعني. هايل جدا ما شاء الله. مستقبل كايرو كارت بعد الريتيل، هل بتتوسعوا في عدد ريتيلز اكتر؟ هل في كاتيجوريز اكتر؟ حضرتك ذكرت انتوا دخلتوا الموبايل فونز والفرنتشر والتوسع، يعني برضو في اختيارك يعني سؤال تاني للكاتيجوريز بيبقى بيزد على ايه؟ بعد الابلاينسز اخترتوا الاكسسوارز او الموبايل فونز، بعد كده فرنتشر، يعني اختياركم الكاتيجوري بيبقى بيزد على ايه في التوسع؟ بص، هو احنا في الاخر احنا يعني كنا محتاجين ان احنا نبقى هاب لكل حاجات البيت او كل النيدز اللي العميل ممكن يحتاجها في بيته. تمام. فالبلان عندنا ان احنا يبقى عندنا فروع اكتر عشان نوصل لناس اكتر ونجيج معاهم بشكل فيس تو فيس كده زي ما بيقولوا. تمام. والنقطة التانية ان احنا نعلي الستاندردز عندنا والكواليتي اوف سيرفيس، بحيث ان العملاء تبقى برضو مبسوطة اكتر مننا ومرتاحة اكتر في التعامل معانا. هل بتشوف البراندز المصنعين نفسهم بدأوا يحاولوا يوصلوا هم دايركت للاند يوزر، ويعني يتجنبوا الاونلاين ويجنبوا حتى الريتيل، ويعملوا هم بنفسهم الويب سايتس ويعينوا هم الاي كوميرس مانجرز او كذا دايركت عشان يوصلوا للاند يوزر؟ هل ده ممكن يبقى ثريت على اللونج تيرم للريتيلرز سواء كان اونلاين او اوفلاين ولا لا؟ تمام. بص، هو ده موجود وموجود بعنف جدا دلوقتي. تمام، كل الوكلاء دلوقتي بقى ليهم اي كوميرس بتاعهم وبيوصلوا للعميل هم بشكل دايركت. وعايز اقول لك حتى دول احيانا بينافسونا كمان في طرق التقسيط، في كل المزايا بيعملوا مثلا فري انستليشن للاجهزه بتاعتهم للعميل، فالماركت كله بقى منافسه. تمام.
بس ستيل انت تعرف ان انت تشوف مزايا تانية اضافية توصل بيها للعميل بتاعك. تمام. وبصراحة كل ما حد بيظهر في مجال الاي كوميرس في الهوم ابلاينسز وبيعلي المنافسة اكتر، كل ده في الاخر برضه بيرفلكت بشكل ايجابي يعني بيصحصح الماركت اكتر وبيخلي الناس متحمسة اكتر لفكرة الاونلاين. انا شاكر ليك يا ايمن على قبول الدعوه في ايكون فويس ونورتني، وبصراحه يعني انا شاكر ليك على حبيبي، الانسايتس والتفاصيل يعني، وما ما خبيناش حاجه مخبناش اي حاجة خالص. ده حقيقي. فانا ممتن ليك جدا والله، حبيبي، وواثق ان في ناس كتير هتستفاد من. حبيبي محمود، انا اتشرفت بيك وكنت مبسوط جدا ان انا موجود معاك النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده. انا محمود الجمل، وده بودكاست ايكون فويس. لو الحلقه دي لمست عندك نقطه مهمه او وضحت لك تجربه مختلفه في السوق، يا ريت تشاركها مع غيرك، واستني رايكم في الكومنتات. ولو في شخصيه او تجربه اونلاين ناجحه في السوق حابين نستضيفها ونعرف كواليسها، شاركونا اقتراحاتكم للحلقات الجايه. اشوفكم قريب في حلقه جديده من ايكون فويس، تجارب حقيقيه من عالم الايكون.